اليوم سوينا من وصفات حلويات كتير طيبة من كنافة ومع مكسرات. ويا ريت تكونوا معنا، وبتشكركم كتير على التعليقات الحلوة اللي بتكتبوا لي إياه، واللي على الجروب كمان لا تواخذوني والله ما بشوف لأنه رقمي رايح من الجروب. والله يستر عليكم، ولا تنسونا بالإعجاب أو الاشتراك، وخلوكم معنا للنهاية بتشوفوا الوصفة. هي الصبايا عندنا كنافة، حطيتها هون منديل وقطعتها جهزتها وجاهزة هلا، وبس بدي احط عليها السمنة. ان شاء الله بيعجبكم يا، وكتير طيبة وبصراحة كتير ملفت للنظر. هي السمنة دوبتها هون، ما بنكتر السمنة، هون نكون السمنة يا دوب اسم السمنة نحط لها. الحجم اللي بدكم اياه بتساووا. انا سميتها من عندي اكله ملوكيه، حلويات ملوكيه كتير حلو. هاي الصبايا بدنا نحمصها، وبدنا اللون يكون اشقر. هون بدنا نحركه كتير كتير، لازم ما بنوقف مشان لا يحترق. وتعرفوا الكنافه هي بسيطه دغري. صبايا جهزت، بس تاخد وقت معنا لانه تكون النار هاديه. وهلا بنحط القطر كمان، ماء الورد، ماء الزهر. القطر لازم يكون ماء الورد او ماء الزهر. وهلا نحطه بالصينيه، خلوكن معنا بيبين عليكم هيك لونه. هيا صبايا اخذت معنا 5 معالق القطر. هلا بدي احطها، حطيت جهزت الصينيه. بدنا نضغط عليها. انتوا بتحبوا هيك انواع الحلويات ولا لا؟ ما بعرف، انا كل فتره بساوي له، وحبيت شارككم تكونوا معي وانتوا كمان تساووا لاولادكم. هلا نعبي الفراغات. صبايا فضيتها لهاي الصحن، ما مشان تكون سميكه شوي، هيك تكون سميكه عريضه. وهاي الحشوه جاهزه، بدي احط فوقها. كمان حطينا القطر جواتها كمان. هون يا صبايا عم بحط افكار من عندي كمان، عم بقول بدي اغير الديكور وبدك تثبتي فيه، والحمد لله يعني بيطلع شي مرتب وحلو. ويا ريت انتو كمان تساووا هيك وتستفادوا. انتو كمان بتحبوا هيك افكار، يعني بتغيروا مثلا ديكورات الحلويات الاكل. انا بصراحة عم بغير، بقول يعني خلينا نحن كمان نحط هيك. هون عم بحط اللمسات فيها بغير. انت قديت ضغطتي عليها منيح؟ والله بالمحلات كتير كتير غالية، يعني لقيتها هيك اسهل طريقة. الشتوية كتير الحلو والطيب. يا الصبايا جبت الطنجرة مشان اضغط عليها هيك. والله صلي على سيدنا محمد، بدها قوة بصراحة. هاي كنت تضغطوا منيح بالملعقة، ما بتزبط هاي مشان تتمسك حالها. ونحطها بالبراد شغلة ساعة ساعتين، حسب يعني أنا من ساعة لساعتين بخليها. وشغلة ربع ساعة تضغطوا هيك عليها، يعني مشان تمسك بعضها. والله صلي على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا صبايا. وهيك، ولا تنسونا بالإعجاب أو الاشتراك. وكسرتها من ضغط زايد. خلص عمرة ماما. هاي يا صبايا هلا بدي احطها بالبراد. واللهم صلي على سيدنا محمد، من ساعة لساعتين. واليوم جاي ثلج، وولادي عم ينادوا لبعضهم تعالوا شوفوا الثلج. برفي هاد. وهلا بدي احطها بالبراد وبعدين برجع لكم. هاي صبايا جهزناها، طلعنا من البراد، وهلا بدنا نفكه.
هلا صبايا بدنا نقطعه وبدنا نحطه بالصينية، ويا ريت توزعوا لرفقاتكم. هيا صبايا قطعناهن وكتير مرتب وحلو وأنيق ومرتب وفخامة مثل ما بيقولوا، وغير شكل مثل للضيوف، للمناسبات، للأعياد، شي بيشهي. هاي الصبايا شو رأيكم فيه؟ فعلا هو فخامة وكتير مرتب، ويا ريت تجربوه وأعطوني رأيكم فيه، ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك، واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيه، ويعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم، ويا ريت توزعوا لرفقاتكم ومحبينكم مشان يستفادوا، وأهلا وسهلا فيكم.